لما بتسيبيها شوية بتطفي الفرن وتسيبيها شوية بتاخد وش كلها حلوة، بتكمل تسويتها لو كانت محتاجة، وكمان بتمسك نفسها من جوه، متبقاش سايبة ولا سايحة زي ما احنا شايفين اهي ماسكة. والبوتاجاز يعني الفرن يهدى وبعد كده طلعيها وغطيها عشان وشها ما ينشفش. وبالهنا والشفا، يا رب تكون الوصفة عجبتكم والوصفة سهلة والكل يعرف يعملها، واشوفكم في وصفة تانية ان شاء الله. ما تنسيش تزوري قناتي وتعملي لايك على الوصفة وتشتركي في القناة يوصلك كل جديد، واشوفكم في وصفة تانية جديدة ان شاء الله. الصينية في الفرن طلعتها ثواني بعد ما خدت تسوية كده وحطيت لها شوية جبنة موتزاريلا وحطيتها تاني عشان الجبنة تسيح. بعد كده ان شاء الله نطفي عليها ونطلعها واوريها لكم. لما بتسيبيها شوية بتطفي الفرن وتسيبيها شوية بتاخد وش كلها حلوة، بتكمل تسويتها لو كانت محتاجة، وكمان بتمسك نفسها من جوه، متبقاش سايبة ولا سايحة زي ما احنا شايفين اهي ماسكة. والبوتاجاز يعني الفرن يهدى وبعد كده طلعيها وغطيها عشان وشها ما ينشفش. وبالهنا والشفا، يا رب تكون الوصفة عجبتكم والوصفة سهلة والكل يعرف يعملها، واشوفكم في وصفة تانية ان شاء الله. ما تنسيش تزوري قناتي وتعملي لايك على الوصفة وتشتركي في القناة يوصلك كل جديد، واشوفكم في وصفة تانية جديدة ان شاء الله. دي الصينية بعد ما استوت، عاوزة ادخلها بس تاني بعد ما طفيت الفرن تاخد صهد الفرن في الوش يحمرها سنة وهتبقى في منتهى الجمال. لما بتسيبيها شوية بتطفي الفرن وتسيبيها شوية بتاخد وش كلها حلوة، بتكمل تسويتها لو كانت محتاجة، وكمان بتمسك نفسها من جوه، متبقاش سايبة ولا سايحة زي ما احنا شايفين اهي ماسكة. والبوتاجاز يعني الفرن يهدى وبعد كده طلعيها وغطيها عشان وشها ما ينشفش. وبالهنا والشفا، يا رب تكون الوصفة عجبتكم والوصفة سهلة والكل يعرف يعملها، واشوفكم في وصفة تانية ان شاء الله. ما تنسيش تزوري قناتي وتعملي لايك على الوصفة وتشتركي في القناة يوصلك كل جديد، واشوفكم في وصفة تانية جديدة ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل، اولا اتمنى لكم يوم سعيد ان شاء الله، واتمنى ان انتم تكونوا بخير وان الجميع يبقى بخير، اللهم امين يا رب العالمين. النهارده هنعمل ان شاء الله من غير مقاطعه مكرونه بشاميل. اول حاجه حطينا الميه والميه بتغلي، حطينا شويه ملح، شويه ملح ونسقط المكرونه، عايزه احط تكفي صينيه كبيره. ف هيجمدني فهتفرع طبعا. ده نص كيلو، وهحط شويه كمان على اساس ان النص ما بيجيش صينيه كبيره، هنزود شويه. زودنا حوالي ربع كيلو، بقوا حوالي كيلو الا ربع. هنسيبهم يتسلقوا ونقلبهم بس تقريبا كده عشان الميه تتخلل كله، وهنفصل عليها. هسيبها ونفصل ونبدأ نعمل البشاميل على ما هي هنا حطينا 4 كوبايات لبن وكوباية شوربة. المفروض ان انا بعمل 4 كوبايات، ولكن هعمل 5 لسبب انا مش عايزة البشاميل تخين، عايزة البشاميل يبقى السمك بتاعه قليل وخفيف، عشان لما بيبقى تخين وبيقعد شوية وبيبرد بيتخن جدا، بيبقى عامل زي العجين. هبدأ احط الدقيق. مكونات البشاميل 3 حاجات. هحط عشان هي صينية كبيرة 4 كوبايات لبن،
كزرولة، وادي 4 معالق دقيق. طبعا النهارده بعمله على البارد. 2 3 4، وكمان حطيت عليهم يعني هم 4 لبن وكوباية شوربة، على اساس ان هي ما تبقاش ايه. وهنبدأ نقلب على البارد كويس قوي. اسهل من كده بشاميل العرايس والبنات الصغيرين الامامير الحلوين اللي لسه متجوزين ربنا يسعدهم، مكرونه البشاميل والله ما صعبه، دي اسطوره كده طالعه عليها انها صعبه وان انت مش هتعرفي تعملي. اسلقي المكرونه زي اي مكرونه، ولكن ما تتكيش عليها في التسويه. حتى لو خليتيها نص سوا هي كده كده هتخش الفرن. هبدا احط السمنه، هحط 4 معالق سمنه برده. بسم الله بسم الله. بلد دي قوي لان التانيين كانوا ناقصين كده. تمام. هبدأ اقلب على البارد برضو كده. وهبدأ اولع النار يا دوبك كده ايه شمعة زي ما بيقولوا، نار هادية مع تقليب مستمر. هقلب شوية ولما تيجي تديني سمك هوريها لك. هحيق البشاميل بايه، مش بحط توابل كتيرة، هما شوية فلفل اسمر ومش كتير على طرف المعلقة كده، شوية ملح. انا طبعا ما بحطش ملح غير في السليق، فبحط في دي شوية مش كتير برضو عشان مية السليق. وحاجة تانية هحطها وهي بشرة جوز الطيب. مش عايزة اقول لكم بتودي الحاجات دي في حتة تانية، لان دي ولا هتحط لها كركم ولا هتحط لها. بس كده. وانا ولعت النار هاديه جدا وهبدا اقلب، ايدي مستمره في التقليب هي والمكرونه. من 5 دقايق ل5 دقايق كده، او من دقيقتين لدقيقتين هقلب المكرونه عشان ما تلزقش مني، وعشان تفضل سايبه كده وكويسه ما تلزقش. هرجع تاني للبشاميل، لسه يا دوب هيقول. يعني ايه هيقول؟ يعني هو بدأ احس بايدي تقيله شويه عن الاول، فبرضه هفصل ونكمل مع بعض. البشاميل بدأت شويه تاخد سمك والتقليب فيها مستمر. بقلب على طول عشان ما تكلكعش معايا والاقيها فجأة حتة عجينة. دي حاجة. الحاجة التانية، لو حصل ولقيتيها تخنت مني هترميها؟ لا طبعا، انت حاطة سمنة ودقيق ولبن ومكلفة. هبدأ ازودها لبن، ما عنديش لبن هزود كوباية مية بالتدريج. تمام. اهي بدأت ايه تعلق في المضرب. هجيب المعلقة اوريها لكم. ما بقتش سايله اهي. احنا مش عايزين اكتر من كده، بس عايزين نتاكد ان البشاميل استوى. امتى نعرف ان البشاميل استوى؟ لما نشوف كده زي ما احنا شايفين الحروف بدات ايه تعمل رغاوي او تعمل فقاقيع، يبقى كده خلاص الدقيق بتاعنا استوى ومش هيبقى طعمه ني، وهنطفي عليها. بس صعب البشاميل؟ والله ما صعب. صعب المكرونه البشاميل؟ جربي مره اعمليها في ربع كيلو مكرونه في طاسه صغيره ولا في صينيه صغيره قوي، وهتلاقي الدنيا ماشيه معاكي زي السكينه في الحلاوه، ما فيهاش اي مشاكل. ما تخوفيش نفسك، لان انا كنت زيكم كده على فكره في الاول. مكرونه بشاميل لا ما بعرفش اعملها، لا هتعجن، لا مش عارفه هيحصل ايه. فماني هنا بسلق المكرونه وكل شويه هشوفها هي كده زي الفل. هنيجي هنا للعصاج. العصاج انا عملته بالليل عشان انا هبقى صبحه في شغلي، يعني هصحى على ما اعمل اكمل بقيه المكرونه الاجراءات بتاعتها دي واخلصها واسويها واسيبها واخد لي دش وانزل اجري على الشغل. يا دوبك الوقت هيبقى كده، فقلت اعملها بالليل. عملنا ايه فيها؟ سخنت الحله دي كويس على النار، وفضيت اللحمه المفرومه بعد ما فكت فيها،
وطيت عليها النار شويه مش قوي يعني، وسبتها لحد لما لونها يغير. كنت بخرط البصل، لونها اتغير كده مبقاش احمر، حطيت البصل عليها وشوحته مع بعضيها وسبتها على النار. قطعت لها فلفل اخضر وفلفل حامي وحطيته عليها، وبعدها قطعت طماطميتين او 3 مكعبات كده وايه وحطيتهم عليها وغطيت عليها وسبتها 5 دقايق واستوت كده تمام. وادي احنا عندنا البشاميل اهو، طلع تخين شويه تخن شويه فزودته شويه ميه واهو زي الفل اهو تمام. هنبدا نجيب الصينيه ونجهز عشان نعمل المكرونه. جبنا صينيه ودهناها زيت. دايما اجيب صينيه تكون اكبر شويه من الحاجات اللي انا هحطها فيها، عشان انا لو طلعت صغيره يا اما هعمل صينيه تانية صغيره يا اما هيترمي الباقي. فايه دايما اعملي حسابك على صينيه اكبر تريحك في العمل. دهنتها زيت وهعمل ايه تاني، هحط فيها شويه بشاميل. المعلقه. ليه شويه بشاميل؟ مش احنا كده كده لما بنيجي نعمل حاجه بنحط رشه دقيق؟ طب ما هو البشاميل دقيق. هوزعهم كده في الاخر في الصينيه. المفروض اكب بالبتاع بس عشان سخنه كمان، فايه يعني بتعامل بحرص شويه عشان انا احسن واحده في الدنيا تلسع وتتحرق، فربنا يسترها عليكم وعلينا. خلاص كده دهنا الصينيه. هبدا اجيب المكرونه. المكرونه انا قلت لك عليها ايه، قلت لك ما تسويهاش قوي. ما سويهاش قوي ليه؟ يعني هي الواحده بوحدتها، فاهماني؟ على اساس اني لما تيجي تسويها هي كده كده هتستوي تاني في الفرن، فحتى لو نيه شويه، ولو ان دي مش نيه برضو استوت مني شويه لان كنت بعمل الحاجه بس اهي تمام. هبدا احط، طبعا انا حطاها في الحله عشان تصفي ميتها كويس. هبدا احط بالوام كده او بالمسافه نص الكميه. المصفى رغم انها بلاستيك بس سخنه والله. مش انتي لما بتعملي المكرونه العاديه بتغسليها وتحطيها في الصلصه؟ احنا هنا بنعكس، مش بنحطها في الصلصه. بسخن العصاك بتاعها شويه لانه بارد عشان طالع من التلاجة. هفرد المكرونه بتاعتي كويس، طبعا سخنه جدا يعني لاني لسه سلقاها. احاول ايه اغطي كل الحاجات اللي تحت. اجيب الاسباتولا الناعمه دي بتاعت الحاجات اللي تساوي بيها تظبطي بيها، اللي هي بيها غطي عشان لما احط اللحمه المفرومه ما تقعش مني تحت وتلزق في قعر. لقيت حتى عريانه اغطيها. والله يا جماعه ما هي صعبه، والله انا كنت مستصعباها زيكم كده، ولكن الحمد لله رب العالمين. مجرد انت ما بتعملي. على فكره عايزه اقول لكم على حاجه، الكميه اللي انتوا شايفينها دي ربع كيلو لحمه، ربع لحمه بسم الله ما شاء الله اهي. تغطي الصينيه كويس جدا ومرتاح تمام. ربع كيلو لحمه على بصلتين على 3 4 طماطم على قرنين فلفل رومي على قرن فلفل حامي. ولع ايدي بالليل ما شاء الله. يلا الحمد لله، عشان اللي عندنا بيحبوا الحاجه الحريفه شويه تمام. ليه ما بروحش على الحرف كده؟ عشان ما تطلعش بره وتلزق، تيجي تطلعيها تفرول منك، تتفك كده ما تطلعش قطع. دي حاجه. الحاجه التانيه لو انت عملتيها هضيف على دول الشويه الباقيين معلقتين بشاميل واحاول اقلبه عشان يفكوا من بعض احسن ايه، عشان ما اتغسلتش. حطيتها الشويه اللي تحت
وهفرد بالراحة. طبعا سخنة فغصب عن الواحد يعني ايه بيحرص شوية. عايزة تفكيها تحطي ايه شوية بشاميل. البشاميل سخن وسايل فهيفكها لك. اهي فكت. اقلبها في البتاعة وهنزل بيها اهي. دول يا جماعة كيلو الا ربع مكرونة، كيلو الا ربع. كان نص ونص فاخدت منهم شوية، شلت منهم شوية عشان برضو خفت يطلع زيادة. هظبط الدنيا بالراحة واضغط سنة واظبط الحروف بتاعتي عشان مفيش حاجة تطلع، عشان البشاميل ما يسحبش كله على تحت ويسيب الوش. ليه بقفل الحروف كده؟ عشان البشاميل اهو. وادي الصينية ما شاء الله هي مليانة. وعايزة اقول لكم ما شاء الله ربع كيلو لحمة كأنه نص كيلو او كيلو الا ربع. دي البركة بتاعت ربنا، عشان كل ما تعملي حاجة تسمي تقولي بسم الله الرحمن الرحيم وتصلي على النبي وتقولي بالهنا والشفا للي هياكلها واللي هياكل منها. ايا كان بقى اللي ليه نصيب يجي ياكل جه، ما جاش وانتوا هتاكلوها فهتاكلوها بالهنا والشفا ان شاء الله. لحد كده صعب يا جماعه؟ مش صعبه والله. عصجنا اللحمه وقلنا عصجناها ازاي، والبشاميل اللي عملناه على البارد فكان سهل جدا. هبدا اعمل الا صلاتي ما خليها هي حياتي ودنيتي فيها. نوزع ونقفل في نفس الوقت. نقفل يعني ايه؟ يعني الفتحات اللي زي دي كده نقفلها كويس، واوزع البشاميل على الوش. لسه فيه شويه، ما تستكتريش البشاميل وتقولي لا ده كتير، لا دول 4 و4 و4 يعني يعتبر 5 كوبايات. و4 معالق سمنه و4 معالق، مش حابه تحطي سمنه كتير حطي 3، مش حابه سمنه حطي زبده، مش حابه زبده حطي اللي تحطيه بس ما عدا زيت التهوية اللي بيبقى ليه ريحه شويه. يعني لو زيت ذره او عباد الشمس او حاجات من دي تمام. بصي البشاميل كل ما بيقعد شويه بيتخن. العمليه عايزه هدوء، مش عايزه الواحد يبقى متوتر وانا بعمل حاجه. بجهز حاجتي وبعدين ابدا ارص كل حاجه زي ما انا عايزه. لحد كده زي الفل زي الفل. فاضل لنا ايه؟ نحطها على النار. بما ان انا بوتاجازي من جوه بايظ، الفرن بخاف منه، فبحطها شويه على العين الكبيره واوطي عليها خالص واحط تحتيها الشياطه. هي كده كده مستويه ما فيهاش مشكله، ولكن ايه يقولوا لي ايه؟ تشمع يعني تاخد سخونيه كده وحراره. ايه رايكم بقى؟ تستاهل لما يتحط لها لايكات ويتحط لها شير ويتعمل لها بوست كده حلو، يتعمل لها اجابه حلوه واضحه وصريحه. عايزين نمسح بس طرف البتاعه دي كده. ايه رايكم؟ اهي ما خدتش مننا وقت كتير، ما خدتش والله. لما بتجهزي الحاجه يعني بالكتير هترصيها في 10 دقايق، ده بالكتير قوي. انما في العادي 5 دقايق. ده هوب اغطي فوق كويس جدا ولحد كده. وايه يعني انا دلوقتي عشان بوتاجازي بايظ من تحت مش هعمل مكرونه، لا بعمل وبعمل الجلاش وبعمل كل حاجه عليه. بولع ومعايا ربنا بقى. هنولع دي كده نار هاديه ونحط الشعله. بس امسحها عشان جاي عليها بشاميل هتقعد تدخن. الشعله اللي هي ايه اسمها؟ ايه مش شعله يا جماعه، الشياطه. ووسطنها على العين. كل حاجه في الدنيا لها حق، وصاحب العقل يعمل كل حاجه. وهوطي عليها النار زي الشمعة واحاول اغطيها واسيبها. الصينيه في الفرن طلعتها ثواني بعد ما خدت تسويه كده
وحطيت لها شويه جبنه موتزاريلا وحطيتها تاني عشان الجبنه تسيح. بعد كده ان شاء الله نطفي عليها ونطلعها واوريها لكم.